السلام عليكم يا احلى بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله الكل بيحبها. بطاطس محشيه مفروم. طبعا كل الاطفال والكبار بيحبوا الاكله دي. فالنهارده ان شاء الله هنعملها مع بعض كده ونشوف النتيجه. هنعملها بطريقه صحيه، هنعملها مش مقليه في زيت. هنعملها في الاير فراير ديلونجي 96. ونشوف كده النتيجة بتاعتها هتبقى ايه. الاول طبعا البطاطس انا نقعتها في مية وملح، بعد كده نشفتها كويس. دفيت القلاية دقيقتين كده، وحطيت البطاطس. وبعدين هرش البطاطس بالبخاخة زيت عشان تتحمر كويس. لو لسه جديدة في القناة وما اشتركتيش فيها، اشتركي بسرعة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو حابة تشوفي اكلات تانية في القلاية، تابعي القناة، وهسيب لكم لينك لفيديوهات وصفات كتير في القلاية دي. رشيت البطاطس بزيت، وبعدين هبدأ اظبط التايمر بقى بتاع القلاية ودرجة الحرارة. انا هعمل درجة الحرارة على 4، برنامج الفرن فوق وتحت، والوقت مثلا تلت ساعة. ونشوف بعد كده لو احتاجت ممكن نزود الوقت. الوقت عدى مني، ماشي 22 كويس. نشغلها كده ونشوف بعد ال 22 دقيقة ايه النتيجة. هنا هنعصج اللحمة على ما البطاطس تتحمر طبعا. طبعا البهارات اللي اتحطت عليها كاري، جرام مسالة، فلفل اسمر، رشة كوبيبة صيني، كزبرة، وكاري برضو انا قلتلكوا على الكاري. وهحط معلقة دبس الرمان، معلقة صغيرة كده. بيدي طعم حلو جدا للمفروم. ونقلب بقى، وخليكم معانا، تابعونا للاخر. كمان بحب احط على المفروم معلقة صويا صوص، بتدي طعم حلو برضو مع اللحوم والمفروم. وهنحط رشة توم باودر وبابريكا والملح طبعا، بس هنخليه قليل عشان الصويا صوص بيبقى مالح شوية. انا هنا هعمل فصين توم، هحمرهم في معلقة زبدة او زيت، وهحط عليهم الصلصة عشان دي اللي هتبقى فوق البطاطس لما ارصها في الصينية، وعليهم مكعب مرقة. هنا ضفت الصلصة وحطيت مكعب مرقة وفلفل اسمر، واسيبها تتسبك شوية مع بعض عشان دي هتبقى اللي بتتحط فوق البطاطس من فوق. البطاطس كده اتحمرت معايا، اللي عايز يشد عليها في التحمير يزود 5 دقايق كمان، بس انا عايزاها كده، مش عايزاها اكتر من كده. هنحشيها وبعدين نرصها في الصينية او البايركس ونشوف النتيجة في الاخر.